السلام عليكم. موضوع النهارده بقى ده بيهم بقى كل العساكر. اي عسكري بيخش الجيش، داخليه، حربيه، اي حاجه بيخش، بيهم اي عسكري بيخش الجيش. اهم حاجه عند اي عسكري يخش الجيش ان هو يحافظ على كرامته. فبيجي عسكري يسالني: طب انا لو ضابط شتمني انا هتصرف معاه ازاي؟ يعني انا هعمل ايه مع الضابط لو شتمني؟ يعني خلي ضابط جه يغلط فيا دلوقتي، انا هتصرف معاه ازاي؟ طيب، هو انا دلوقتي عشان الضابط يشتمني، هو الضابط يعني بيصحى من النوم يقول يلا يا شتيمه؟ في ناس كده، وارد. طيب ايه الاسباب بقى اللي بتخليه يشتمني؟ كل ده هقول لك عليه دلوقتي. تمام. بس ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل لايك وتفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. طيب، مبدئيا ايه اللي يخلي الضابط يشتمني؟ يعني انا دلوقتي ازاي الضابط يشتمني؟ هو الضابط ده بيصحى الصبح يقول لي يلا يا شتيمه فيشتم؟ طيب انا عايز اقول لك بس معلومه الاول عن ضباط الجيش وضباط الداخليه كمان، بس خصوصا ضباط الجيش. ان ضباط الجيش معظمهم بيبقوا ضباط يعني مش نضاف. اقصد اقول يعني محترمين. ما يعني هو هيهينك بس ميري. يعني اسحف، ارقد يا عسكري يا بياده، كل ده ميري بالنسبه له. يطلعك خدمات يموتك فيها، مش يموتك يعني يقتلك، لا، يطلعك خدمات يعني قصدي تبقى صعبه جدا. كل ده هو يقدر يعمله، وميري ده راجل ما بيعملش اي حاجه. معظمهم لما بيجي يعاقب عسكري بيعمل كده. مفيش حد فيهم بيشتم. في حد فيهم بيشتم يقول لك يا عسكري يا ابن الكذا، ولا يا عسكري ده بيشتم ام واب، ولا ده المعظم. بس احنا طبعا عشان نتكلم عن قاعده لازم نتكلم عن شواذ. ايه الشواذ بتوع القاعده؟ الشواذ بتوع القاعده ان انت وارد انك تقع في اي حد مثلا يكون بيشتم، ضابط يكون بيشتم، ضابط يكون مش سوي وبيشتم. لكن زي ما انا قلت لك الغالبيه او المعظم، او ما كانش 99% من الضباط ما بيكونوش بيشتموا، هو بيهينك بس ميري. والميري احنا زي ما اتفقنا عليه في الفيديوز اللي فاتت، ان هو اي حاجه هو بيعملها معايا ميري هي حقه، واي حاجه بتتعمل معايا ميري ما اقدرش اتكلم فيها ولا اقدر اعترض عليها. واضح؟ طيب، ايه الاسباب اللي تخلي الضابط يشتمني؟ ما هو خلي بالك، ما هو الضابط ده بني ادم زيه زيك. انت تخيل كده ان انت لو نزلت من البيت وقابلت ناس في الشارع، او قابلت واحد في الشارع شكله مش عاجبك، هتشتمه؟ لا، لازم يعمل اي حاجه عشان يخرجك عن شعورك عشان تشتمه. طيب حلو، يبقى احنا متفقين ان انت لازم تعمل حاجه عشان تتشتم. حتى مع افتراض ان الضابط ده، يعني الضابط الكويس كده كده ما بيشتمش، هو هيعاملني ميري. طب الضابط اللي وحش اللي بيشتم مش هيشتمك من باب الطاقه، هيشتمك عشان انت غلطت. طب ايه الغلط اللي انا ممكن اعمله اللي يوصلني للشتيمه؟ واحد، انت من الحاجات اللي تحفظ لك كرامتك في الجيش انك ما تكونش عسكري مهزأ. طب انا ما اكونش عسكري مهزأ ازاي؟ ما ينفعش تكون بتهزر مع الضابط. طب انا ليه ما ينفعش اكون بهزر مع الضابط؟ ما ينفعش اكون بهزر مع الضابط لسببين. السبب الاولاني ان هو لو غلط فيا انا مش هقدر ارد له الغلط. ليه؟ لان هو ضابط وانا عسكري، وبحكم ان انا بقى هو اللي ليه سلطان عليا وبتاع، فانا مش هقدر ارد عليه. اتنين، ان هو ان انت مش هتقدر تهزر معاه بنفس الطريقه اللي هو بيهزر معاك بيها. يعني هو هيهزر معاك بطريقه معينه، انت مش هتقدر تهزر معاه بنفس الطريقه اللي بيهزرها بيها، او اللي هو بيهزر بيها معاك. اذا الروس مش هتبقى متساويه. طيب انا هزر مع واحد ليه الروس مش متساويه؟ كل العلاقه ما بيني وما بينه تبقى في اطار الاحترام. فاذا انت اول حاجه ممكن تجيب لك الشتيمه، ان خلي بالك انا هقول لك ازاي تتصرف مع الشتيمه، لو يعني لو اتشتمت تتصرف ازاي. بس خلينا دلوقتي نوصل لايه؟ ان انت لو اتشتمت بتبقى انت السبب في الشتيمه. ده يعني اللهم الا حالات قليله جدا ممكن يكون الضابط هو السبب في الغلط فيك، من بدون ان انت ما تعمل اي حاجه. بس معظم الحالات او 99% من الحالات بتكون انت عسكري موظف، فبتجيب لنفسك التهزيق وبتعمل لنفسك مشكله. فنصيحتي ليك كاخ كبير وانت داخل الجيش، لو سمحت ما تهزرش. حاول ما تخليش، يعني خلي العلاقه اللي ما بينك وبين الضابط علاقه احترام. حبك هو اي حاجه، ما تخليش العلاقه ما بينك وما بينه يبقى فيه هزار وفيه تطاول، لان التطاول هيجي دايما ضدك انت، مش هيجي في مصلحتك. هو الضابط هيقول اللي هو عايزه، انت فاهم؟ وخلي بالك هو ممكن يكون متعشم فيك وبيعاملك زي اخوه، بس هو متعشم فيك وبيعاملك زي اخوه يغلط في اهلي. لو انت عندك كرامه مش هتقبل. تمام. فدي الحاجه الاولانيه. الحاجه التانية ان انت، يبقى الحاجه الاولانيه ايه؟ الحاجه الاولانيه ان انا اكون عسكري مهزأ بهزر. اتنين، ما اكونش بنفذ التعليمات اللي بتتقال لي. فيجي مثلا يطلعوني خدمه فلانيه، اجي اسيب السلاح واعمل مش عارف كذا، مش عارف اروح اعمل الحاجه الفلانيه. الطبيعي ان الضابط لما يجي يلاقيك في الحالات دي هيعاقبك، وحقه انه يعاقبك طبعا، حقه انه يعاقبك، بس مش حقه انه يشتمك الا الشتايم الميري. طب اي شتيمه بره الميري؟ لا، مفيش شتايم بره الميري. فلما يقول لي امك وابوك كده هو خرج عن اطار الميري. طيب لما يخرج عن اطار الميري كده هيخلي الروس تتساوى. طيب، يبقى انا دلوقتي
حاجتين ما يتعملوش. ما هو خلي بالك الحاجه التانيه بترتبط بحاجه مهمه جدا اسمها ايه؟ نعم وحاضر. طالما بيتعامل معايا ميري وعايز مني الحاجه اللي بيطلبها مني هي ميري، انا خلاص بنفذ. اعمل كذا عشان يعني روح الخدمه الفلانيه، تروح الخدمه الفلانيه وتقفل بوقك ما تفتحش بوقك. ما تقعدش بقى تتخانق وتعمل قصص اصل انتوا بتطلعوني اشمعنى انا، اصل انا مش عارف ايه. لا، ده حقهم، هم اللي يختاروا. تمام؟ يبقى اي تعامل معايا ميري خلاص هو في اطار الميري. طيب ما اكونش عسكري مهزأ وانفذ اللي بيتقال لي وما اعملش وش وما بقاش عسكري غبي. طب ادي واحد. ومعلش لو انا عمال استخدم لكم الفاظ فيها يعني ما كنتش عسكري غبي، يعني ما كنتش مهزأ، الالفاظ دي انا بكلمك على انك اخويا الصغير، فاهم؟ فبكلمك بالالفاظ دي عشان تقدر تفهم يعني ان الموضوع فعلا كبير. طب دي الاسباب اللي انا بتشتم على اساسها. طيب انا اواجه الشتيمه دي ازاي؟ مع افتراض انك مش غلطان. خلي بالك انت لو غلطان هتقبل الشتيمه، وان كان انا حتى لو غلطان ما كنتش هقبل الشتيمه. بس يعني ليه؟ لان انا هقول له مثلا يا فندم بعد اذن سيادتك ما تشتمنيش، طلعني خدمات، اعمل اللي انت عايزه سيادتك، اتصرف معايا اي تصرف ميري بس بدون شتيمه الاب والام وبدون شتيمه شخصي، الشتايم اللي هي المجرحه او الشتايم اللي هي الصعبه اللي ممكن ما اقبلهاش انا حتى لو بيشتمني انا كشخص. بس فبعد كده طيب انا هتصرف ازاي لو ظابط شتمني؟ لو ظابط شتمني انا لازم يكون ليا تصرف. طيب انا هتصرف ازاي بقى؟ بص يا معلم، انت عندك 3 حلول. ماشي؟ الحل الاولاني انك انت ترد عليه الشتيمه بشتيمتها. على اعتبار ايه؟ على اعتبار ان هو طالما تطاول عليك وشتمك يبقى تساوت الروس، خلص الكلام. تمام؟ ده مع افتراض ايه؟ ان هو الظابط شتمني، فانا هرد له الشتيمه. بس خد بالك انت كده ما خدتش حقك. ليه ما خدتش حقك؟ لانك انت مش هتقدر تروح تشكي للقائد وتقول له ايه، او مش هتقدر تروح تشكي اللي بيرقصه وتقول له ده شتمني، لان انت شتمت الظابط فخلصت، انت شتيمه وده مش شتيمه. واللي هيحصل ايه؟ الظابط ده كده كده مسؤول عنك، هتفضل طول الجيش هتقضيه بقرف. لا بينيموك وميري خلي بالك، بيطلع خدمات وخدمات الصعبه وبيعمل وبيسوي وبيعمل وبيسوي بيعمل وبيسوي. اجازتك تيجي نازل اجازه فتعمل مشكله مثلا بسيطه يروح خاصم لك عدد ايام. بص هيزهقوك. فاذا الحل الاولاني ده انا بستبعده، ما تردش على حد شتيمه. طالما هم ما في مبدأ عام في الجيش القيادات معمماه، ايه هو؟ ان انت ما تشتمش عسكري، تعامل معاه ميري بس ما تشتموش. حلو قوي، يعني القيادات هي اللي بتقول كده. طب خلاص انا ماشي مع القيادات. هتلاقيهم ناس محترمين، هم ناس محترمين جدا، بيقولوا ما تشتمش العسكري. فلما يجي ضابط صغير يشتمني انا ليا حق اخد، ليا الحق. بس ليا الحق اعمل ايه؟ الحاجه الاولانيه قلت لك ترد الشتيمه ودي هتضيع حقك. 2، الحاجه الثانيه ان انا ممكن اقول له ايه؟ ممكن اقول له بعد اذن سيادتك يا فندم انا مش هنفذ خلاص تعليماتك. ماشي؟ طب انت هتعمل ايه يا ابني؟ بعد اذن سيادتك انا بتظلم، او بعد اذن سيادتك اعرضني على فلان. اعرضني على فلان اللي هو القائد بتاعك. الضابط مش هيبقى قدامه غير حلين. الحل الاولاني ان هو يعتذر لك ويرضيك وهيريحك بعد كده، ادي واحد. الحاجه التانية هيبقى قدامه ان هو يعرضك على القائد اللي اعلى منه، فتروح تقول له يا فندم وتحكي الواقع، فالضابط يبان ان هو صغير. تمام؟ فانت اذا الموضوع ليه حلول. ليه ايه؟ ليه حلول. وممكن حاجه ثالثه، ودي بقى اللي انا ما اعرفش، انت اختار الحل اللي انت عايزه، بس انا بحبذ يا الثاني يا الثالث. الحل التاني انك انت طبعا تروح تشكي للقائد بتاعه. تمام؟ والقائد بتاعه هيجيب لك حقك، خلي بالك يعني ما تقلقش. يعني انت لما تروح تشكي القائد بتاعه هيجيب لك حقك، دي ما فيهاش كلام. طب الحل الثالث ان انت تطلع شكرا يا فندم، تطلع من عنده وتحتسب ده عند ربنا، وربنا هيجيب لك حقك. خلي بالك هتشوف ربنا ما بيسيبش حد، والله العظيم ربنا ما بيسيب حد. فلو ليك حق هتاخده. فانت ممكن تحتسب ده عند ربنا وتطلع وبراحتك والموضوع خلص ومش عارف ايه، ولا تروح تشكي ولا تروح تعمل اي حاجه والموضوع خلص. وتيجي عند ربنا هتلاقي ربنا بيعمل ايه؟ هتلاقي ربنا بيجيب لك حقك تالت ومتلت. فاحنا اذا الشتيمه ليها اسباب، انا اللي بدخل نفسي وانا اللي بوصل نفسي انه يشتمني. الحاجه التانية الشتيمه ليها رد، ما ينفعش مش الشتيمه يعني الشتيمه ليها ممكن اخد حقي، طبعا ممكن اخد حقي بطريق من الثلاثه اللي انا قلت لك عليهم. فانت لما تيجي تاخد حقك ما تبقاش غشيم، خليك خد حقك خليك حريف. ليه؟ لان هم اصلا القيادات بتاعتهم هم اللي بيقولوا لك، او القيادات مش بتاعتهم بقى، القيادات بتاعتنا كلنا، لان قيادات الجيش دول قيادات البلد، والقيادات بتاعتك انت لان انت تبقى عسكري فانت في الجيش او في الشرطه او في اي مكان، القيادات بتاعتك هي اللي بتقول ان مفيش شتيمه. فانت لو رحت اتظلمت بسبب انك بتتشتم الموضوع خلص وهتاخد حقك تالت ومتلت. وده اكتر حل انا بحبذه، انك انت تاخد حقك، بس تاخد حقك ميري زي ما هو المفروض ان هو يعاقبك ميري. بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يعينكم في الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا، السلام عليكم.